كيف يعيش الصوماليون بعد سنوات من غياب دولة؟ وكيف هي أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية؟ ومن أين يحصلون على السلع الأساسية؟ وما هو الثمن؟ وما هو وضع قطاع الزراعة والخدمات العامة في البلاد؟ أسئلة نحاول الإجابة عليها في هذه الحلقة من الاقتصاد والناس التي تأتيكم من الصومال. أهلا بكم. تقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الصومال بحوالي 8 ملايين هكتار، إلا أن نسبة الأراضي المزروعة حاليا لا تتجاوز 1%. والحال هكذا تستورد الصومال 80% من المواد الغذائية من الخارج، بينما ينتج 20% من المواد الغذائية محلية. يقدر حجم البطالة في الصومال بنحو 75% من إجمالي السكان، في حين تبلغ نسبة الفقر 80%، ويبلغ معدل متوسط دخل الفرد نحو $2 يوميا. أما مصدر الدخل الرئيسي فيأتي من تحويلات المغتربين الصوماليين الذين يقدر عددهم بنحو 1,200,000 مغترب. كيف تحصلون على السلع في الصومال؟ معظم السلع التي نبيعها هنا نستوردها من الخارج، خاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة وكينيا. قليل منها نشتريه من الداخل. هل كلفة المواد الأساسية معقولة؟ وكيف تؤثر الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد على القوة الشرائية؟ طبعا هي معقولة، لأننا عندما نستورد السلع نحدد سعرها بشكل يتناسب مع دخل جميع الزبائن، وعليه فإن تسعير البضائع محكوم مسبقا بقدرة الزبائن، ولا نجلب سلعا غالية لا يمكن أن تتحملها جيوبهم. لكن من الواضح أن هناك تأثيرات اقتصادية سلبية على الناس نتيجة تدمر البنى التحتية في الوطن الذي أدى بدوره إلى انهيار اقتصاد البلاد. هل يسبب ارتباط أسعار السلع بالعملة الأمريكية مشاكل في السوق؟ طبعا هناك مشكلة، إذ نبيع السلع بالدولار وأحيانا بالشلن الصومالي، ومرد ذلك إلى غياب دور الحكومة التي كان يفترض لها أن تحافظ على العملة الصومالية. وبما أن جميع فئات العملة اختفت ولم يبقى منها إلا فئة ال1000، بات التجار مجبرين على الشراء بالدولار والبيع به، وهذا ما يسبب غلاء في الأسعار. احتياجات متنامية ومواد غذائية باهظة الثمن واقتصاد منهك، فمن أين يأتي الصوماليون بأموال لتوفير متطلبات عيشهم؟ وكيف يتدبرون أمر الحصول على مصادر دخل في بلد أنهكته الحرب والنزاعات؟ تتكون أسرتي من 8 أشخاص، والمعيشة لم تعد كما كانت من قبل. كنت مزارعا يؤمن قوت عياله بالزراعة، لكن الظروف الأمنية في جنوب الصومال أجبرتنا على العيش في مقديشو. هنا يصعب الحصول على فرصة عمل. أخرج مبكرا إلى السوق بحثا عن العمل، قد أجده يوما وأفقده أياما، والحياة صعبة. فكيلو من السكر يباع في محل التجزئة بأكثر من $0.5، بينما كيلو من الأرز مقابل $0.5 أيضا. ولذلك غالبا ما نتناول الفول السوداني لأنه أرخص. وهناك أشياء ضرورية لا يمكن التفكير فيها لأننا لا نستطيع شراءها. نعيش في غرفة مستأجرة، ندفع شهريا $30. الكهرباء والماء مكلفة جدا، ولذلك نضطر إلى التعاون مع أسر أخرى لنتقاسم تكاليفها.
نتكسب من هذا العمل البسيط الذي يوفر لنا القليل لنشتري به ما نحتاج إليه من السلع الضرورية. زوجي لا يعمل، يذهب كثيرا إلى السوق بحثا عن العمل ويرجع غالبا إلى البيت خاوي اليدين، وأحيانا يأتي بقليل من المال. نحاول ادخار 1000 شلن صومالي يوميا كي نستعين بها في دفع تكاليف الكهرباء والماء، وعندما لا تتوفر نبحث عمن نستدين منه، وفي مرات كثيرة تتراكم علينا الديون، ولهذا السبب لا نفكر في إرسال أطفالنا ال6 إلى المدرسة. لقد أرسلناهم إلى الكتاتيب التي هي أرخص بالنسبة لنا، وحتى هذه تم طردهم منها لأننا لم نتمكن من توفير رسومها في الوقت المناسب. مصادر الدخل لدى الصوماليين كثيرة، لكن أهمها هو التحويلة من الخارج، فشريحة كبيرة من الأسر تعتمد حياتهم على ما يرسله ذووهم من المغتربين. المبالغ التي تأتي عبر شركات التحويلات الصومالية تعتبر مصدرا للعملة الصعبة. الشيء الثاني الذي يعتبر مصدر دخل أساسي للصومال هو المواشي التي تصدرها البلاد وتدر عليها عملة صعبة. ما هي السلع التي يصدرها الصومال إلى الخارج؟ وما هي الأسواق التي يتعامل معها التجار الصوماليون؟ الصومال يصدر أشياء كثيرة أهمها المواشي، لكن هناك عقبات متكررة بسبب القيود التي تفرضها الدول المستوردة، كما يصدر جلود المواشي والسمسم والليمون واللحوم والسمك وأذان القرش. غالبا ما تصدر هذه السلع إلى دول عدة في الخليج وأوروبا. أهم سوق للمواشي الصومالية هو الخليج العربي. كيف تتم عملية التصدير؟ وهل هي محصورة في الموانئ فقط؟ جل التصدير يتم عبر الموانئ، إلا أن الخضروات واللحوم عادة ما تصدر عبر المطارات. هناك سلع تصدر عبر البر إلى إثيوبيا وجيبوتي وكينيا، لكنها قليلة. كان البنك المركزي الصومالي غائبا عن الساحة كليا طوال سنوات الحرب الأهلية، وهكذا هوت العملة المحلية الشلن إلى مستويات قياسية، وخرجت معظم فئات تلك العملة ما عدا فئة الألف عن الخدمة، وحل الدولار الأمريكي محلها في كثير من المعاملات. فكيف انعكس ذلك على الناس وحياتهم؟ عندما انهارت الحكومة المركزية في الصومال في عام 91 انهار معها كل ما يمتلكه الشعب الصومال من مقومات، بما فيه العملة الصومالية وهي الشلن الصومالي، وتدنت قيمة العملة الصومالية مقابل الدولار حتى وصل إلى 2,000,000 وأكثر مقابل 100 دولار، ويعزى ذلك إلى عدة أسباب، منها بعض عملة مزيفة من فئة 1000 في الخارج والداخل بشكل غير قانوني، وغياب شبه تام لدور البنك المركزي الذي كان يفترض أن يشرف العملة. من أين تحصل البلاد على الدولار؟ كما هو معلوم، المجتمع الصومالي مجتمع متضامن، ويعتبر التحويلات المالية التي يرسلونها المغتربون إلى أسرهم أكبر مصدر دخل للبلاد بالعملة الصعبة. كما تأتي العملة الصعبة مما تصدره الصومال للخارج من المواشي واللحوم والخضروات، وإن لم تصل على المستوى المطلوب الذي كان قبل الحروب. هل عاد البنك المركزي للعمل؟ ومن يتحكم في سعر الدولار؟ بما أن دور البنك المركزي في الصومال كان غائبا منذ ربع قرن، إلا أنه بدأ يتعافى تدريجيا في الآونة الأخيرة، فإن تجار العملات هم الذين يحددون سعر العملة، وكلما تدفق الدولار في السوق تدنت قيمة العملة المحلية. عملية الصرافة تتم في الأسواق المفتوحة، ألا يخشى التجار من النهب والسرقة؟ طبعا علية القوم في هذا البلد لهم حراسهم الخاص، ليس هم فقط بل لجميع التجار
لهم حراسهم، وهذا الأمر يعطيهم حرية للتحرك ومزاولة أعمالهم في الأسواق دون خوف. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نناقش بعده واقع الزراعة والتجارة والخدمات العامة في الصومال. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من الاقتصاد والناس التي تأتيكم من مقديشو، ونناقش فيها الأوضاع الاقتصادية في الصومال وانعكاساتها على الناس. كيف يصف الصوماليون أوضاعهم المعيشية وما رأيهم في الخدمات التي تقدم لهم؟ سؤال طرحناه على عدد من الصوماليين وكانت هذه إجاباتهم. عشت كل الحكومات السابقة، إلا أنني لم أعش في مثل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة. فرص العمل شحيحة جدا، ولذلك نواجه صعوبات في تحصيل ما نقتات عليه يوميا. المعيشة صعبة، لا فرص عمل يمكن الاعتماد عليها، والكثير من الأسر لا يقدرون على تكاليف التعليم والصحة. لا توجد حكومة قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والقطاع الخاص هو من يدير الخدمات، والكثير من الناس يعيشون في أوضاع اقتصادية صعبة. هناك ندرة في فرص العمل، وحتى الذين حصلوا على وظائف يتقاضون رواتب متدنية لا تكفي احتياجات أسرهم. المعيشة باتت قاسية نتيجة الحرب، لا مزارع ولا توجد مرافق حيوية ولا حكومة تستطيع إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي. لم يشكو الصومال من قلة الأراضي الزراعية، إذ يبلغ حجم المساحات الصالحة للزراعة نحو 8 ملايين هكتار، إلا أن الحرب الأهلية عطلت الإنتاج الزراعي كما عطلت كل مناحي الحياة. فمن يزرع الآن وماذا يزرع؟ وهل يكفي حاجة السكان؟ الوضع الزراعي بدأ يتحسن، ونرى استخداما أوسع لوسائل الزراعة المتقدمة، لكن التوسع في زراعة القمح والسكر والذرة يحتاج إلى زمن ومزيد من الدعم الحكومي. ماذا يزرع المزارعون في الصومال؟ ومن أين يحصلون على البذور؟ نقسم ما يزرعه الصوماليون إلى نوعين: الحبوب كالذرة، وكذلك الخضروات والفواكه. نزرع الموز أيضا، إلى جانب الليمون والسمسم، وهذه المحاصيل تساهم في سد حاجة السوق المحلي ونمو الاقتصاد. ما هي مشاكل الزراعة والري التي تواجه المزارعين في الصومال؟ القطاع الزراعي يعاني مشاكل عدة، بعضها عالمي كالحشرات والآفات، كذلك ضعف التوعية والإرشاد الزراعي. المزارعون أيضا يعانون من غياب الدعم الحكومي وارتفاع كلفة إنتاج المحاصيل. غابت السلطة المركزية زمنا طويلا، وغابت بالتالي كافة الخدمات العامة التي تقدمها، ما أفسح المجال أمام القطاع الخاص ليملأ الفراغ، وبات يقدم الخدمات العامة للمواطنين. الكهرباء والمياه والتعليم والصحة تقدم الآن من قبل شركات ومؤسسات خاصة. فما هو وضع هذه الخدمات وما هو مستواها وكذلك كلفتها؟ burburay dhammaan kaabayaashii dhaqaale ee dalka
عندما اندلعت الحرب الأهلية في البلاد انهارت معظم البنى التحتية وانعدمت الكهرباء، ولذلك نشأت 3 شركات صغيرة لتوفير الكهرباء من خلال مولدات، ثم اندمجت في شركة كبيرة. شغلنا المحطة الرئيسية لتوليد الكهرباء في مقديشو، كما أنشأنا محطة لتوليد الطاقة الشمسية تجاوبا مع ارتفاع حاجة الناس إليها. بعض المواطنين يشكون من ارتفاع سعر الكهرباء، هل تفكرون في تخفيض سعرها؟ كان سعر الكهرباء مرتفعا بواقع $1.50 للكيلووات الواحد، لكن بعد توحيد الشركات بدأت إجراءات لتخفيض سعرها. الآن سعر الكيلووات الواحد هو 65 سنتا، وهدف الشركة من تلك الخطوات هو توفير الكهرباء للجميع. ونفكر الآن في الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إنتاج طاقة كهربائية كافية وبسعر منخفض. ما هي المشاكل التي تواجهونها في توفير الكهرباء في بلد تكثر فيه المشاكل الأمنية؟ أنت تدرك صعوبة توفير خدمة في بلد تعيش حربا. شركتنا ملزمة بتوفير الكهرباء بشكل منتظم. الزبائن لن يقبلوا بأي انقطاع، ولدينا فنيون ماتوا أو أصيبوا سعيا لتوفير هذه الخدمة. الوقود هو عصب أي اقتصاد، والرغم أن الصومال لا ينتج النفط فإن سعر النفط في البلاد يعتبر منخفضا نسبيا مقارنة بدول المنتجة، حيث يبلغ سعر اللتر الواحد من البنزين 70 سنتا، بينما يبلغ سعر لتر الديزل نصف $1. الوقود الذي نحصل عليه يستورد من الدول الخليجية، ويتم شراؤه من مركز توزيع الوقود في العاصمة، ونحن نبيعه لزبائننا بالتجزئة وبسعر معقول. وعند بداية افتتاح هذه المحطة في عام 2015 كان سعر اللتر الواحد من البنزين $1.20 سنتا، بينما انخفض سعره الآن إلى 70 سنتا. وأيضا كان سعر اللتر الواحد من الديزل $1 وانخفض إلى 60 سنتا. وبهذا نستطيع القول إن الوقود في الصومال شهد انخفاضا ملحوظا بسبب تدهور أسعار النفط من مصادره، ونعتقد أن سعر الوقود في الصومال أرخص من دول كثيرة. في السابق كان الوقود يباع في الشوارع بعد تعبئته بعبوات خطرة، لكن النظام الجديد لتوزيع الوقود وضع حدا لهذا الخطر، لأن الوقود يأتي الآن إلى المحطة بشكل سليم وبعدها نبيعه إلى الناس. كان للأوضاع الاقتصادية انعكاساتها على الناس، حيث تتفشى البطالة وترتفع نسبة الفقر إلى مستويات قياسية تقدر بحوالي 80% من السكان، وفي ظل غياب سياسات واضحة للموارد البشرية تدعمها الدولة، فإن الأوضاع قد تستمر على حالها. الاقتصاد الصومالي أو الاقتصاد الأسري قائم على الأب، لأن الأب هو مصدر الاقتصاد الأسري. ذلك وفاة الأب أو قتله في الحروب يعتبر أزمة اقتصادية على الأسرة. وثاني حاجة المجاعات التي أثرت الاقتصاد الصومالي، سببها أن الاقتصاد الصومالي يقوم على تربية المواشي أو الاعتماد على الزراعة. أطلقت جمعيات أهلية سلسلة مبادرات خجولة لتخفيف حدة الفقر عبر خلق فرص عمل للشباب وتدريبهم على عدد من المهن والحرف. فإلى أي مدى تنجح هذه المبادرات، وما هي جدواها في معالجة جذور المشكلة؟ ومشروع هدف كيس حملة تهدف إلى إنشاء صندوق مستقل يملكه ويموله الصوماليون، والذي يراد منه تثقيف الصوماليين بأنهم قادرون على مساعدة أنفسهم والمشاركة في إعادة بناء وطنهم. وفي هذه السنة نخطط لخلق 1000 فرصة عمل ل1000 شاب، وتشجيع المشاريع الصغيرة. والفئات التي نستهدفها 3: الشباب والمرأة الصومالية وذوي الاحتياجات الخاصة.
نحن نؤمن بأن تخفيف حدة الفقر في يد الصوماليين، وأنهم قادرون على الخروج من آثار الحروب إذا ساعد بعضهم بعضا. الحكومة هي التي يفترض بها أن تقود المبادرات من أجل إنعاش الاقتصاد، فما هي المبادرات التي وضعتها الحكومة لإصلاح اقتصاد البلاد المنهك والنهوض بأوضاع الناس المعيشية؟ لقد تحقق للصومال الكثير، وهناك فرق بين الماضي والحاضر بشهادة الجميع. فقد أشارت أحدث التقارير لصندوق النقد والبنك الدوليين إلى وجود نمو اقتصادي في الصومال بمعدل يبلغ 3.7% في السنة الماضية، كما توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي في هذه السنة إلى 3.4%، وفي السنة القادمة 4%. الصومال يعتبر من أفقر دول العالم، وهناك مساع دولية للحد من الفقر، والصومال من الدول المرشحة للاستفادة منها، ولدينا خطة وطنية تهدف للحد من الفقر وتأهيل النازحين وتوطينهم. الموارد الاقتصادية الرئيسية للصومال هي الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية، وهذه الموارد كانت تساهم في 72% من إيرادات الصومال في فترة ما قبل الحرب الأهلية. ولإعادة دور هذه الموارد فلا بد من تحقيق الاستقرار الأمني، وعليه فإن الحكومة ترى ضرورة العمل على تفعيل مكانة صادرات الصومال في الأسواق، كما نعمل على خلق فرص عمل للشباب، لأن 70% من سكان الصومال شباب، مما يعني أن الشعب الصومالي كله بحاجة إلى فرص عمل. وصلنا بكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة التي ناقشنا فيها الأوضاع الاقتصادية في الصومال وتداعياتها على الناس. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.